فما أغاثهم فضربهم القحط، وهلكت الأمم في السابقين والغابرين. فعرفوا قيمة الماء والغيث ومن ينزله، فكانت الحضارة القديمة تعبد الله. والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا في الكتاب والسنة، وسنفصل فيه أن هذا هو وقت الصيام، وأن هذا وقت الحج، وأن هذا وقت الزكاة، وأن هذا أفضل وقت وفصل للتعبد والصلاة والنوافل. يقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فاعرفوا قيمة الماء تعرفون قيمة الإسلام. وأما الجمعة السنوية فهي أقدس مقدسات الإسلام والمسلمين، وهي أبرز ما جاء به الإسلام والقرآن والسنة، ولكن لا أدري كيف أخفوها عنكم، وكل القرآن يشير إليها والسنة ولعظمتها. فلو تبحثون وتشغلون عقولكم تجدون كل الحضارات الأشورية والمصرية والكنائس الشرقية والغربية والأشوريين والمصريين والأمازيغيين وكل من على سطح هذا الأرض، هذه الأرض وفي هذا الكون، يقدسون ويصومون ويتضرعون ويتعبدون ويزكون في آخر رأس السنة، ثم يحتفلون ويفرحون ويبتهجون في ما بعد رأس السنة. فرأس السنة هو رمز مقدس لن يزيله فتاوي الشيوخ، ولن يحرفه فتاويهم بتكفير هذا الاحتفال أو هذا الصيام. فهذا أفضل أيام وأفضل المواضع المقدسة في الكتاب والسنة، ولكن تم تحريفهما للأسف وتكفيرهما ووضعهما في خانة الشرك الأكبر وهم لا يفقهون للأسف. فالله سبحانه وتعالى ربط الفلاح بالعدد 12 و13، وربط حتى المياه المباركة فانفجرت 12 عينا، فانبجست 12 عينا، وإصباط موسى 12 كذلك. فهذه إشارات إلى رأس السنة والاحتفال بها، وكذلك والفجر وليال 10، وهي ليالي البيض والليالي السوداء من رأس السنة. فلاحظوا معي كيف يربط الله سبحانه وتعالى هذا النظام القرآني، هذا النظام الإسلامي بالكون والواقع والسنة الفلاحية والشهرين من 12 و13، أي رأس السنة. فمنتصف هذا الشهرين هو رأس السنة، رأس السنة. ولهذا جاء رأس السنة في الأمازيغية في الجمعة الثانية، والذي تعلق بالفلاحة. كذلك هذه رأس السنة دائما متعلقة بالشجرة ولا الكريسماس لدى الحضارات والديانات والشرائع الأخرى، أو في الإسلام بالركن السادس وهو ركن الزراعة، والذي فصلناه في محاضرة فيها أكثر من ساعتين. وربطنا كذلك سورة الفجر والعصر والرعد، وفصلنا كثير من الآيات أنها كلها تشير إلى رأس السنة. وكذلك الآذان الذي يحتوي على الدعاء أو الدعوة إلى الفلاحة، لأن هذه الحضارة المزيفة التي نعيش فيها أساسها هي العنصر البشري، ثم العمل بالماء لتكوين ما نأكله سواء للإنسان أو الحيوان للبقاء، فعنصر البقاء. فركز الله سبحانه وتعالى لبقائنا أن نحتاج إليه، وهو من يغيثنا وينزل علينا بركاته وفضله ويجدد لنا الماء في هذه الأرض قبل أن تقحط وتنتهي وتكون نهايتنا كما كانت نهاية السابقين، الأمم السابقة. فهذه مقدمة عامة لرأس السنة وبعض المواضيع التي سنتناولها بفضل الله. فالليالي البيض وهي تكون في فترة ما بين 25 من شهر 12 أي شهر ديسمبر، أي الشهر الأخير في السنة الميلادية، إلى الشهر الأول أو شهر يناير أو شهر جانفي، إلى اليوم 12 أو 13 من هذا الشهر الأول من السنة. فتكون فيها ما يقارب 20 يوما. فهذه الليالي البيض يكون شتاؤها يعني إعلان لدخول الشتاء، وتكون فيها شتاء وأمطار، وفيها البرد ليلا، وتكون دافئة نوعا ما نهارا. وهذه يا إخوان هي علامة من أكبر العلامات الفلكية التي تدل على شهر التوبة، التي تدل على شهر الغفران، التي يفتح الله
سبحانه وتعالى بابه للتوبة، وتكون في آخرها هذه الليالي آخر شهر 12 شهر ديسمبر، وهي تكون في الشهور الهجرية، تكون في ذو الحجة. ولا تقل لي هي ليست في ذي الحجة، بالعكس، اضبطوا المواقيت على هذه الليالي أنها تكون في آخر ليالي من شهر ذي الحجة، بمعنى أن الشهور العربية متلاعب فيها، ويجب أن يضبط الحج في الأشهر الحرم. لماذا وضع هذا الدليل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى وضع الليالي البيض؟ هذه الليالي البيض تعبر عن الله سبحانه وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا وتوزيعه لهداياه واستجابته لمن يتوب ويدخل في دين الله، وهي باب كبيرة لإعادة الحساب للسنة السابقة وبداية السنة اللاحقة. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ ليغفر لك الله. هذا الغفران من الله سبحانه وتعالى يكون في رأس السنة، وجاءت سورة الفتح أو سورة النصر أو سورة النصر الثانية حسب التنزيل والمصحف كانت في آخر السور. فمثلا سورة التوبة نزلت وهي من الطوال، نزلت في عديد المواطن، ولكن لم تكتمل نزولها إلا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آخر ما نزل من القرآن، كإشارة إلى الله سبحانه وتعالى أن التوبة تكون في نهاية العمر، يعني تعيش، وآخر شيء هو الحج والتوبة. فارتبطت هذه الليالي فلكيا، وأذكرها لكم لتحددوا الزمن. فهذه الأشهر القمرية العربية يعني فيها خلل كبير، والزمن يحتاج إلى ضبط، وأذكركم وأذكر لكم الأيام البيض، فهي تحدد الأشهر وتحدد الزمن. فذلك البياض الذي تكون فيه، وهو تشبيها بفرح ونور لهذه الأرض وللسماء الدنيا، وينزل الله سبحانه وتعالى ويعطي كل ذي سائل حاجته، ويقبل عباده التائبين، ولهذا جاءت التوبة في آخر القرآن. ويقرر الله سبحانه وتعالى: هل يعطينا عام آخر لنعيشه فيغدق علينا من المياه ومن يعني الشتاء، وخاصة الهدية في رأس السنة من الله سبحانه وتعالى، وهي الثلوج. فالثلوج اقترنت بالله سبحانه وتعالى، فيعطي كل ذي حاجة مسألته الخاصة. أما أهل الأرض فيعطيهم المياه ليعيشوا، كأنه أذن لهم أن يعيشوا مرة أخرى. فتكون التوبة والحج في آخر السنة. ومن هنا جاءت الليالي. فالليالي رمزيتها وليس النهار، فرمزيتها هي قيام الليل، ورمزيتها هي الدعاء، ورمزيتها هي الصيام. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه رأس السنة، وهي الصيام والقيام والحج في ذو الحجة، فيكون فيها فالحج ليس يومين معدودين، ولكن أشهر معلومات، ويكون فيها تحريم كل أنواع الفسوق والقتل والحروب وما إلى ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى شهرين، شهر 11 وشهر 12 وشهر الأول من السنة الجديدة، فجعل 3 شهور حرم وراء بعض، ثم تنتهي الأشهر الحرم. فيقول الله سبحانه وتعالى واصفا هذا الحدث الفلكي، يثبته في القرآن أنه انتهى بعد 3، فيقول: فإذا انسلخت الأشهر الحرم، وهذا يكون في سورة التوبة. فبعد التوبة انتهت الزكاة، وانتهت القصاص ولا إرجاع الحقوق ولا الدخول أو الخروج. فقضاء وقدر يكتب في رأس السنة لتعطى من بركة تلك السنة، أو من أقدارها، أو من ما ربما يتغير بالدعاء، أو يعني كأنه وثيقة بيننا بين الخالق والمخلوق، أن تكون وثيقة كأنها ضمان اجتماعي. هل تريد
يعني عقد آخر كل سنة، فذلك العقد بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى يتجدد كل سنة في رأس السنة، حتى تأتي سنة لا فيها تجديد ولا شيء، وتكون آخر يوم تكون آخر السنة. فهذه هي الرمزية. فالليالي البيض هناك في الحضارات القديمة من يحددها ببداية 24، هناك من يحددها ب25، ولكن هي ليلة 24 على العموم 10 أي في رأس السنة. فلاحظ معي وتأمل، فالوقت هذا مهم جدا ومقدس في هذا الكون. أولا، الكنيسة الأرمن الأرثوذكسية وتصوم 40 يوما من 26 نوفمبر إلى 3 يناير، والعيد يوم 6 يناير. لاحظ تركيزهم على الشهر 12 و13، يعني نهاية رأس السنة وبداية رأس السنة الجديدة. كذلك يحتفل المسيحيون السيريون بالحسكة والقامشلي بعيد أكيتو أي يوم الأرض. لاحظ معي، ركز لي على الأرض، يعني الزراعة والماء. ومعنى أكيتو بريحو أي رأس السنة المبارك، ووقته يكون في رأس السنة. كذلك الأشوريين والسريانيين والكلدانيين بالعراق وسوريا، ويحتفلون حسب طقوس خاصة طيلة 12 يوم في الشهر رقم 12 و13. ركز لي على الشهور والتوقيت ورأس السنة. كذلك عيد القديس اسبيدريون يوم 12 ديسمبر، وشهر 12 والأيام عددها 12. ركز لي على رأس السنة. وكذلك يصوم الأقباط السريان الأرثوذكس عيد الميلاد من 15 ديسمبر إلى 25 ديسمبر، وهو الشهر رقم 12 من السنة. فلاحظ تركيزهم على الشهر 12 ورأس السنة. ولاحظ الاحتفال بكنيسة الروم الأرثوذكس يوم 25 ديسمبر، وهذا يأتي بعد صيام 40 يوم من نهاية رأس السنة، والاحتفال يكون مركز على الشهر رقم 12. كذلك الكريسماس، وهو عيد مشهور ومعروف، ويصنعون منه الشجرة ويحتفلون به متى؟ في رأس السنة، أي يركزون على الشهر 12 و13، ومعناه الزراعة والشجر، يعني الغرس والزرع. لاحظ معي التقويم القبطي، وهو تقويم نجمي يبدأ من اليوم 12 من بداية الخريف في شهر سبتمبر، ويقسم هذا المسلمين القدماء السنة إلى 13 شهر، يبدأون من اليوم 12 سبتمبر وينتهون بشهر قصير يشير إلى نفس العدد ونفس العلم إلى 12 و 13 من السنة. ومن أهم المصطلحات النيروز، وهو يطلق على رأس السنة بالقبطية، ومعناها الأنهار، وهو موعد اكتمال فيضان نهر النيل برأس السنة، ودوما تركيزهم على المياه والزرع ورأس السنة. كذلك بالصين لديهم احتفالات ورقص بعديد الحيوانات من بينها التنين وما إلى ذلك. ووضع بالبداية، يعني في تاريخ هذا الاحتفال، بدأ لمساعدة المزارعين لمعرفة مواسم الزراعة ودعمهم، ويكون في رأس السنة كذلك. كذلك عيد يناير يحتفل به الأمازيغ كل رأس سنة فلاحية، يسمى أكساسا باركي، وهو احتفال بالأرض والمياه والزرع، ويكون هذا في الشهر 13 أي في بداية الشتاء، وسنفصل فيه في باقي الحلقات. لاحظ القدماء لدى رأس السنة البابليين والأشوريين، لا يزال السومريين كذلك يحتفلون بعيد أكيتو لمدة 12 يوما. لاحظ يعني تركيزهم على رأس السنة والعدد 12 وكلمة احتفال، يعني رأس السنة هو احتفال بكم؟ بالعددين 12 أو 13. كذلك تحتفل الطائفة الإنجيلية برأس السنة يوم 7 يناير. لاحظ تركيزهم على الشهر رقم 13. كذلك تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر من نفس الشهر، يعني تركيزهم على الشهر 12 بداية رأس السنة. وكذلك تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم يوم 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم 7 يناير. فلاحظ تركيزهم على الشهر 12 و13 من رأس العام. لاحظ معي تواريخ ولادة شخصيات مقدسة وموعد الاحتفال بها لدى البشرية منذ القدم في الشهرين 12 و 13. فالمصريين القدماء كانوا يعتقدون أن إيزيس تبكي على زوجها أوزيريس، ودموعها هي التي تؤدي إلى فيضان. لذلك كانت الاحتفال تركز على تقديسها وإقامة الطقوس لها بالشهر 12.
يوم 27 ديسمبر هو يوم القديس يوحنا بن الزبيدي. ولاحظ معي العددين 12 و 13